السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما كده يا رب. زي ما انتوا عارفين يا حبايبي موعدنا الاسبوعي بقدم لكم منيو باكلاتي 7 اكلات مختلفة. يا رب المنيو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم، ولو عجبكم حبايب قلبي يلا بقى حطوا اللايك وشجعوني وكومنت حلو زيكم، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا ينزل يشترك ليا في القناة وتشجعوني وكومنت حلو كده زيكم. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل هنصلي بينا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ايه رأيكم يا حبايب قلبي؟ اول يوم في المنيو انا جبت فرخاية، الفرخاية دي كيلو ونص. زي ما انتوا شايفين تبلتها وطبعا دخلتها الفرن وحمرتها وشويتها ما شاء الله، وطبق محشي يفتح النفس، ورق عنب وفلفل وطبق شوربة، وده كان غدانا يا حبايب قلبي في اليوم ده ما شاء الله. طبعا اليوم ده كان لسه جوزي جاي فيه، بقى قلت ادلعه بحبة اكل حلوين. وتاني يوم يا حبايبي زي ما انتوا عارفين قضيناها بجبنة وفول وبيض وبطاطس ومخلل وعيش، بسم الله ما شاء الله، اللهم ديمها نعمة علينا واحفظها من الزوال. ما هو مش كل يوم يا حبايب قلبي هناكل لحوم، لازم برضو ننوع عشان ما نزهقش. تاني يوم انا كلنا الاكل اللي انتوا شايفينه ده ما شاء الله فضل ونعمة. جوزي يقول لي مفيش حبة محشي كمان، قلت له لا النهارده لازم نضيع بالاكل الجميل ده ما شاء الله. سلقت بيض وعومته كده في السمنة البلدي، حاجة كده فاخر من الاخر، وحتة جبنة تفتح النفس، وشوية بطاطس وشوية فول وحتة جبنة قديمة، والحمد لله مشينا يومنا بيه. وبعد كده يا حبايب قلبي دخلنا على اليوم الثالث وعملنا فيه برضو الأكل الجميل بتاعنا. هيعجبكم جدا يا حبايبي، واللي محتار في الأكل يدخل كده في المنيو بتاعه ويشوف المنيو بتاعي ايه. رحت بقى يا حبايبي جبت سمك بولت، جبت 4 سمكات وشويتهم زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، وشوية رز وشوية سلطة وشوية مخلل، ومشينا اليوم الجميل بتاعنا ما شاء الله. السمك ده انا شوياه في البيت يا حبايب قلبي في الفرن، اللي عايز يشوف شوي السمك في البيت يدخل على القناة هتلاقوني شوياه في القناة. ما شاء الله ما باخدش اي وقت، بتبل السمك بالردة وبدخله الفرن، بحمره من فوق وبعدين بديره من تحت يتشوي، وبكون مجهزة الدقة الجميلة بتاعتنا، الفلفل والثوم والطماطم والكمون والليمون. وبعد ما بيطلع السمك بنزل الخلطة الجميلة بتاعتنا على السمك الجميل. وده يا حبايب قلبي تالت يوم في المنيو بتاعنا. يلا بقى حطوا اللايك وشجعوني وكومنت حلو كده زيكم. وحبايبي اللي اول مره يشوفوا الفيديو بتاعي وما اشتركوش في القناه فضلا وليس امرا ينزل يشتركوا كده في القناه وتشجعوني وبسم الله. طبعا اليوم ده يا حبايب قلبي احنا عملنا سمك اهو وعملنا فراخ في المنيو بتاعنا الجميل. عدى اليوم الرابع ضيعنا فيه نفس الاكل اللي عملناه تاني، اللي هو الفول والجبنه والطعميه والحاجات دي ضيعنا بها يوم. وعملنا الحاجة الحلوة دي يا حبايب قلبي صينية بسبوسة تفتح النفس ما شاء الله بالسمنة البلدي. يا حبايبي لو عايزين تشوفوا الطريقة بتاعتي ادخلوا برضو على القناة هتلاقوا طريقة البسبوسة، شفتوا الجمال والحلاوة، بسم الله ما شاء الله طالعة جميلة جدا. ودي بسبوسة سايبة يا حبايبي، جايباها من هنا ما شاء الله عليها جميلة جدا، وطعمها أروع كمان، بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة. طبعا أنا البسبوسة دي لما بعملها ما بحطش عليها بودر، انا بسيبها كده زي ما هي، بتطلع معانا زي البسبوسه بتاعه الحلواني بالظبط، وبألف هنا وشفا للي شاف والف هنا وشفا للي هياكل. طبعا عملنا البسبوسه دي مع اليوم اللي ضيعنا فيه حبايب قلبي. وبعد كده عدى علينا اليوم الخامس يا حبايبي وعملنا فيه أكلة مختلفة خالص. خليكوا كده معايا هتشوفوا الأكلة البسيطة بتاعتي، وادعولي كده بدعوة حلوة لعل الله يستجيب لكم. عملت يا حبايب قلبي برضو جبت سمك، الأسبوع ده أكلنا فيه مرتين سمك. جبت كيلو سمك من اللي هو السرفيديا ده المتلجة دي، وعملناه برضو يا حبايب قلبي شويناه في الصينية في الفرن كده من غير أي ردة، وعملنا شوية دقة حلوين كده رميناهم عليه، وطبق سلطة وطبق رز وطبق مخلل، ومشينا اليوم بتاعنا يا حبايب قلبي. انا بجيب كيلو سمك واحد بس، احنا 4 افراد كل واحد باخد له سمكية. الدنيا غالية يا حبايب قلبي والاسعار نار، ربنا يلطف كده بالناس. بس الاسبوع ده يا حبايب قلبي جوزي كان موجود فيه فلازم اعمل له اكل كويس.
يعني يكون دلع برضه، انتوا عارفين انا جوزي بيقعد في الشغل فترة وبعدين بيجي فترة، فلازم اعمل حبة اكل حلوين كده يفتحوا النفس على الاكل. خلصنا بقى اكلنا الجميل ده يا حبايب قلبي، دخلنا على اليوم اللي بعده، عملنا اكلة كده يعني بسيطة خالص. يا ريت يا حبايب قلبي تشجعوني كده بكومنت حلو زيكم وتدلعوني. طبعا يا حبايب قلبي عملنا شوية رز وشوية سلطة وشوية سبانخ ونص كيلو لحم. عملنا برضو يا حبايبي اليوم ده، يعني الاسبوع ده كان الاسبوع ده عملنا فيه اكل كتير. بس يا حبايب قلبي احنا قلنا ايه ان احنا يعني جوزي هنا لازم نعمل له اكل كويس، ويعني يعني ما نهملش كده، نعمل له اكل حلو يفتح نفسه كده على الاسبوع اللي هيقعدوا معانا. ما شاء الله تشوفوا جمال والحلاوة، ولحمة جميلة جدا يا حبايب قلبي. اللحمة دي بلدي والله مش مجمدة. عملت الغدا الجميل ده. في اليوم اللي بعده يا حبايبي عملنا اكل بقى بسيط وضيعنا فيه، يعني احنا كده في الاسبوع ضيعنا يومين من غير اي طبيخ، من غير اي اسماك، وباقي الاسبوع ال5 ايام ما شاء الله اتبسطنا فيهم وهيصنا كده. فبسم الله ما شاء الله هنشوف اليوم اللي بعده اهو. برضه عملنا بطاطس وعملنا كبدة وعملنا فول وعملنا تونة، وطبعا طبق مخلل. وضيعنا اليوم يا حبايب قلبي. الكبدة دي كانت عندي في الفريزر انا ما اشتريتهاش، وخاصية حلوة قطعناها كده وغسلناها ونضفناها كده، وطبق بتنجان واكل كده يفتح النفس ما شاء الله، حاجة فاخر من الاخر. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت المنيو بتاعي الجميل. يا رب كده يعجبكم وينول اعجابكم، ولو عجبكم يا حبايب قلبي يلا بقى حطوا اللايك وشجعوني وكومنت حلو زيكم، ولايكات كتير عشان قناتي دي تكبر. قناتي دي مش هتكبر غير بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.